بالي. سيد مصطفى أهلا بك معنا في سكاي نيوز عربية. لن أسألك أولا عن الميدان والسياسة، لكن تصريحات ملفتة لمسؤولين أكراد يؤكدون أن النظام يقدم دعم مباشر للمسلحين الموجودين داخل عفرين. ما صحة هذا الكلام؟ ولو تطلعنا سيد مصطفى، من يقدم الدعم الآن للمسلحين الأكراد في عفرين؟ مرحبا بكم. فقط للتعليق على الخيارات التركية، نحن منذ اليوم الأول قلنا أن عفرين خياراتها محدودة جدا. لدينا أحد خيارين أمام هذا الغزو التركي القاعدي. الخيار الأول هو أن ننتصر، والخيار الثاني هو أن ننتصر. محكومون بين أحد خيارين، إما الانتصار وإما الانتصار. فيما يتعلق بسؤالك، أولا أنتم لم تحددوا أسماء هؤلاء المسؤولين في وحدات حماية الشعب أو المسؤولين الكرد أو حتى مسؤولي جانب النظام السوري بالعموم. لا، هل يمكنك سيد مصطفى حتى نكون واقعيين أكثر، هل يمكنك أن تحدد لنا أسماءهم؟ لا، أنا لا أحدد أسماء، لا أنفي هذه المعلومة ولا أثبتها. هذه رواية سكاي نيوز عربية، أنا غير معني بها. كل ما في الأمر أستطيع القول أن عفرين الآن تحارب ليس دفاعا عن سوريا فقط، هي تحارب دفاعا عن العالم المتنوع والمتعدد والعالم المؤمن بالعلمانية. في عفرين تحارب امرأة سافرة تؤمن بالديمقراطية والتنوع ضد مجموعات سلفية. هذا واضح سيد مصطفى. بالجثث وترفع راية التكبير على الجثث. لكن سيد مصطفى، القتال يدور الآن بماذا؟ هل من أسلحة تدخل عفرين بعد هذا الحصار؟ اليوم عفرين محاصرة من عدة اتجاهات، نتحدث عن الأتراك، نتحدث أيضا عن المعارضة السورية. اليوم هل يدخل عفرين أي أسلحة؟ حتى النظام تسلح عن تعزيزات عسكرية سترسل من مناطق تابعة لكم. لتحديد الهوية القتالية في عفرين، الحرب بين قوات سوريا الديمقراطية والتنظيم القاعدة بفرعيه الجيش التركي وتنظيم القاعدة بكل فصائله، لتكون الأمور واضحة. ما يتعلق بالأسلحة، عفرين في اليوم الأول من المعركة قلنا أن الجيش التركي لن يحقق أي تقدم، وبعد 10 أيام من الاشتباكات حاول الجيش التركي أن يقنع العالم بانتصار ويوهمنا بانتصار من خلال سيطرته على تلة اسمها جبل برصايا. قلنا حينها أن عفرين فيها 1000 تلة، وكل تلة ستكبد الأتراك هذا العدد من الخسائر. فيما يتعلق بجزئية صغيرة وردت في تقريركم حول إسقاط الطائرة، هما طائرتان وليست طائرة واحدة، وقتل فيها 11 جندي وضابط تركي يوم أمس، وبالإضافة إلى تدمير الدبابات بشكل يومي. لذلك نؤكد أن الجيش التركي هذه الهالة العسكرية وهذا التجيش الإعلامي وهذه البروباغندا العملاقة في العالم بعد 23 يوم لم يحقق أي تقدم. نؤكد أنه لم يحقق أي تقدم. كل قرية من قرى محيط وحدود مقاطعة عفرين تحولت إلى مقبرة حقيقية للأتراك. قرية شيخ غرزة أكبر مثال، قرية صغيرة منذ 10 أيام تدافع ضد أهم جيش في حلف الناتو. نعم، الجيش التركي يواجه صعوبات في التقدم. هنا أود أن أعرف منك ما سبب ذلك، وبالفعل من الذي يقف إلى جانب المسلحين الأكراد؟ من يتلقون الدعم؟ يعني حتى اليوم نسمع تنديد، لا أحد يتحرك، لكن لابد من طرف يدعم الأكراد. لماذا لابد؟ هل فقد العالم إلى هذه الدرجة ثقته بإمكانيات الشعوب المؤمنة بقضاياها والمؤمنة بنفسها والمنتمية إلى ترابها وقراها ومزارعها؟ أهل عفرين ومقاتلي عفرين كالضفر من اللحم. هذه مقاومة شعبية شاملة، كل مفاصل الحياة وكل جزئيات الحياة في عفرين تقاوم الأتراك. الوجود التركي ووجود تنظيم القاعدة في عفرين هو كوجود جرثومة في جسد سليم. هذا الجسد لن يتقبل هذه الجرثومة مهما كانت قوة الجرثومة، وستقاوم هذه الجرثومة. لذلك عفرين جسد واحد يقاوم هذا الإرهاب وسينتصر. قلنا في البداية، نقولها الآن
أدعوكم لأن تتذكروا هذا الكلام. ستدعوننا إلى شاشاتكم لنتحدث عن انتصار عفرين، شعب عفرين، أطفال عفرين، نساء عفرين، ضد هذه الهمجية للجيش التركي ولتنظيم القاعدة. يعني عدم تقدم الأكراد أو تقدم الأتراك، أعذرني هنا، في داخل عفرين يعود ليس لطبيعة المناطق كما تشير التقارير اليوم، إنما للمقاومة الكردية التي تأتي من جانبكم. هذا ما أفهم منك الليلة، وذلك فقط من داخل عفرين ومن دون أي دعم خارجي. الحرب في عفرين طبيعة الحال قوات سوريا الديمقراطية تستفيد من كل معطيات هذه المعركة وكل الإمكانات المتاحة، وضمن هذه الإمكانات ترسم خططها القتالية بين كر وفر، بين سجال، بين انسحاب هنا والتفاف هناك وتنفيذ عمليات نوعية وما إلى ذلك. اليوم مثلا وأنا أتحدث إليك سنذيع بعد لحظات مشاهد لتنفيذ عملية نوعية داخل مدينة عزاز. داخل مدينة عزاز وحداتنا تنفذ في العمق القتالي للجيش التركي ولتنظيم القاعدة. لذلك نؤكد أن المعركة في عفرين ستكون مستنقعا. سيبحث الأتراك عن الكثير من الحجج والمبررات لينهزموا وينسحبوا بأقل الخسائر من هذه المعارك. هم يخفون عدد قتلاهم، يكذبون على الناس، يروجون أن بعض قتلاهم قتلوا في إدلب أو في غيرها، حتى وصلت الوقاحة بالإعلام التركي أن يعلن قتل جنود أتراك بانهيارات ثلجية في أماكن بعيدة جدا في داخل في العمق التركي. طيب سيد مصطفى، قبل أن ينتهي وقتنا، إلى أي مدى أو إلى متى يمكن للمسلحين الأكراد الاستمرار بهذه القوة التي تتحدث عنها؟ إلى آخر مقاتل وآخر طلقة، حتى من دون أي دعم خارجي. وهنا أركز على هذه النقطة. تفضل. حتى لو اضطررنا أن ندافع عن أنفسنا بسكاكين مطابخنا سندافع حتى آخر مقاتل وآخر طلقة وآخر إنسان في عفرين. طيب، شكرا جزيلا للتفاصيل من مدير